عايزه اقول لكم من غير كلام كتير كده، انا عايزه اقول ان انا نمت صحيت لقيت ان انا امتحاني بكره. يعني امتى ازاي حصل الكلام ده كله؟ امتى؟ انا مش عارفه. انا اخدت اجازه العيد دي كلها نوم بقى، وبعد العيد برضو نوم. يعني بصوا انا مش عارفه، انا دلوقتي صحيت لقيت ان انا امتحاني بكره السبت، امتحاني بتاع الميد ترم. فهنعمل ايه بقى؟ ده اللي انتوا هتشوفوه معايا دلوقتي، لان انا حرفيا انا ذات نفسي انا مش عارفه هعمل ايه. الورق المفروض اللي انا هذاكر منه اهو. ده عندي بكره مادتين، هنمتحن يوم 12. بس يعني بجد ما كنتش متخيله الوقت عدى بسرعه، وانا حرفيا كنت بنام بس في العيد. انتوا هتشوفوا كل ده معايا. المهم انا دلوقتي هعمل معاكم الفيديو ده كده، هتقضوا معايا اليوم، هتشوفوا انا هعمل ايه وهذاكر ازاي، روتين كده بس هيكون تحفيزي وهيشجعكم، هيشجعني انا كمان. فلو انتم مهتمين كملوا معايا الفيديو، وما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه لو اول مره تشوفوني عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجايه. ويلا بينا نبدا على طول. واول حاجه هبدا بقى ان انا اظبط الدنيا دي، ونشوف هنبدا بايه. اول حاجه يلا بينا. بصوا انا اول حاجه عملت لي شاي بلبن علشان افوق واشوف انا هعمل ايه وهتصرف ازاي في الحاجات دي كلها. تعالوا بقى نظبط المكتب كده ونرتبه عشان نشوف هنذاكر ايه دلوقتي. يلا بينا. يلا بقى نقول بسم الله ونبدأ على طول كده. اول حاجة طبعا هي ترتيب المكتب. كنت عايزة ان انا ارتب المكتب بتاعي علشان ابقى مستعدة كده، واحس ان انا خلاص استعديت عشان ابدأ على طول في المذاكرة. كنت بشيل بقى الديكورات بتاعة رمضان اللي انا كنت عاملاها معاكم، واي ورق واي حاجة ملهاش لازمة كنت بشيلها. عايزة اقول لكم ان انا عارفة ان انا متأخرة عليكم، وده كان اول فيديو بعد العيد، انتم متخيلين؟ بس ان شاء الله راجعه لكم والله بشوية فيديوهات حلوة قوي. وبرده ما يمنعش ان انتوا برده ممكن تكتبوا لي افكار، ممكن فكرة من الافكار اللي انتوا تكتبوها لي عليها بتتكرر كتير فاعملها لكم الفيديو الجاي. فيا ريت يا جماعه اي حد بيتفرج على الفيديو ينزل يكتب لي مثلا الفيديو هو عايز فيديو عن كذا، انزلوا اكتبوا لي كده في التعليقات. انا على فكره بشوف التعليقات بتاعتكم كلها وبرد عليها. بصوا بقى بالنسبه لازاي ان احنا نلم الماده ليله الامتحان، انا كنت عامله لكم فيديو ازاي الم ماده في يوم واحد بس. الطريقه دي انا بقيت بستخدمها من اول ما بدات في الجامعه، وعايزه اقول لكم بتفرق معايا جدا. بصوا بقى زي ما انتوا شفتوا كده انا ظبطت الدنيا حواليا، شلت كل حاجه ملهاش لازمه، الزينه والحاجات بتاعت رمضان شلتها خلاص وظبطت الدنيا. عايزه بقى هنا اعمل جدول اعلقه هنا، عايزه الزق هنا حاجات عشان مش عايزه اخلي المكتب قدامي يعني يبقى فاضي كده. المهم تعالوا دلوقتي علشان اشوف انا هعمل ايه. ده الورق اللي المفروض ان انا هذاكر منه بتاع المادتين. انا عندي بقى بصوا دي الماده السهله، يعني لازم يبقى كده ماده سهله وماده رخمه. دي الماده السهله. بصوا انا بعمل كده عشان انا المونيكير لسه ما نشفش وانا لسه عاملاه فمش عايزه اعمل في الورق. بصوا دي الماده السهله، هي بالظبط 3 صفح ونص، والباقي هيكون اسئله هتتحل. فهم 3 صفح ونص. الثانيه بقى ماده رخمه، فالطبيعي ان انا هبدا بالماده الرخمه وهخلي السهله في الاخر. ليه؟ لان الرخمه هي اللي هتعوز كل التركيز وكده. بصوا هي طويله طويله وفيها كلام كتير ورخمه، فدي الماده الرخمه اللي انا هبدا بيها الاول. السهله هسيبها دلوقتي اخليها في الاخر، دي هتاخد كل طاقتي وتركيزي وكده. هجيب بقى كل الحاجات اللي انا هحتاجها ويلا بينا نبدا. بصوا بقى انا عايزه اقول لكم ان انا عملت كل حاجه انا عايزه اعملها قبل ما اجي واقعد هنا، علشان خلاص دلوقتي انا هبدا مذاكره، مش عايزه بقى ان انا اقوم واروح واجي والكلام ده. فخلاص ان بكره الامتحان طبعا انتوا عارفين، يوم الامتحان بكره من بره ابو حين، احنا كلنا عارفين كده. فاحنا عايزين نبدا على طول من غير بقى ما نقعد نقوم ونيجي وكده. تعالوا بقى دلوقتي اشوف الادوات بتاعتي اللي انا هحتاجها عشان اجيبها جنبي. انا ما بحبش ان انا ابقى متشتته، حاجتي تبقى في الاوضه الثانيه او ما اجيبها كده. لا انا خلاص طالما بدات المذاكره يبقى انا قاعده في حته هاديه وهبدا دلوقتي المذاكره، يبقى هبدا جد حرفيا، وهبعد التليفون بتاعي، تليفوني اللي انا بستخدمه بعيد عني. فدلوقتي نبدا المذاكره. اول حاجه الماده اللي انا هذاكرها هتكون دي الماده اللي انا قلت عليها ان هي طويله ورخمه. دي خلاص هشيلها. الكشكول اللي انا هحتاجه اهو، ده اللي انا هذاكر فيه. الاقلام بتاعتي هحطها جنبي، كل حاجه انا هحتاجها تبقى جنبي. المسطره احتياطي لو احتجت ان انا اسطر حاجه هحتاجها. ماشي. كان الماركر برضو ده اكتر لون انا بحبه فهخليه هنا جنبي. ودلوقتي تعالوا نبدا على طول. انا كده كل حاجه انا هحتاجها جنبي. تعالوا بقى نبدا ونشوف انا يعني هعمل ايه علشان خاطر ان انا الم الماده دي عشان الامتحان بتاع بكره. طبعا هو امتحان الترم فاكيد الماده مش كامله، الماده مش كامله الكتب بتاعتها كلها، ولكن الاجزاء اللي عندي في امتحان الترم فصلين 3، انا مش عارفه لسه هشوف دلوقتي في الورق هما كام فصل، وهنبدا بقى على طول. دلوقتي بقى انا كنت بشوف المادة اللي انا هذاكرها ديت بتتكلم عن ايه او فصولها ايه. طويلة صغيرة، المادة دي فيها كام صفحة؟ عارفين الخطوة دي مهمة جدا جدا، لازم ان انتوا تعرفوا الاول المادة كده عشان ما ندخلش على حاجة احنا مش فاهمينها، لا نبقى عارفين الفصل الاول بيتكلم عن كذا، الموضوع بتاعه العناوين الرئيسية والكلام ده كله. وتبقوا عارفين كده الفصل بيتكلم عن ايه. بصوا بقى دلوقتي انا المقطع ده انا كنت بتكلم فيه بس الصوت كان فيه لغوشة وكده مش عارفة من ايه، فانا قفلت الصوت وقلت انا هكلمكم انا. يعني كنت بقول لكم ان انا دلوقتي هعمل مؤقت لنفسي لمده ساعه،
وهشغل التايمر ده، وطبعا انا قافله الاشعارات من التليفون وكل حاجه، وهعمل لنفسي تحدي ان انا في الساعه دي هكون خلصت اكبر كميه ممكنه من الماده اللي عندي دي، احاول ان انا اخلص. وده كان تحدي بالنسبه لي. وبعد الساعه ديت هفصل وهاخد بريك. وطبعا انا قافله الاشعارات بتاعه التليفون عشان ما يعطلنيش عن المذاكره، بس حاطاه جنبي علشان بس اول ما الوقت يرن اكون عرفت وافصل بقى واخد البريك بتاعي، وبعد كده ارجع اكمل. ونبدا بقى في الساعه اللي انا بدات فيها دلوقتي. ده كان تحدي لنفسي ان انا اخلص في الساعه دي اكتر كميه ممكنه. عايزاكم انتوا كمان برضو تعملوا الطريقه دي في المذاكره، وتحاولوا ان انتوا تشجعوا نفسكم كده علشان تنجزوا اكتر كميه ممكنه في وقت بسيط. عايزه اقول لكم ان مش شرط ان انا انجز كتير، بس الفكره ان انا، وانتوا هتعرفوا معايا دلوقتي برضو في الفيديو، لان انا مش هكون انجزت حاجات كتير، بس الفكره ان انا بحاول ان انا اشجع نفسي على قد ما اقدر، وفي نفس الوقت انا مش بكروت. مش عايزه ان انا اكروت الحاجه، لان انا اللي بذاكرها، فانا لو كروتها انا برضو اللي هتضر مش حد تاني. انا مش بكروتها لحد تاني، انا بذاكر لنفسي. طيب انا بذاكر ازاي بقى، او طريقه مذاكرتي ازاي اصلا؟ اول حاجه انا ببدا ان انا اشرح لنفسي زي ما انتم عارفين، وزي ما دايما انا بقول لكم في الفيديوهات بتاعتي كلها، دي طريقه مذاكرتي اللي بتثبت المعلومات. انا بشغل كل الحواس بتاعتي وانا قاعده بذاكر، مش ماسكه كده الكتاب ببص له كده بطريقه ممله، واللي هو انا عماله اقرا في الكلام كده خلاص في صمت، او بقرا في سري. انا لازم ان انا بشرح لنفسي بصوت عالي، وبكلم كاني انا قدامي طلاب دلوقتي وانا قاعده بشرح لهم. بجد دي اكتر طريقه بتفرق معايا جدا جدا في المذاكره. زي ما انتم شايفين كده في طول الفيديو هتلاقوني كاني انا قدامي حد انا بكلمه، فانا بشرح لنفسي حتى لو الموضوع يبان لكم ان ده هبل وان انتوا كانكم بتكلموا نفسكم. لا بجد دي اكتر طريقه بتثبت المعلومات في دماغي ومش بنساها ابدا، بفضل فاكراها. عايزه اقول لكم ان انا في حاجات فاكراها من زمان قوي، من وانا كنت بذاكر وانا صغيره بسبب الطريقه دي. انا عايزاكم انتوا كمان تجربوا تذاكروا بالطريقه دي. لو انتوا مثلا بتحبوا ان انتوا تقراوا كده بس من الكتاب، تجربوا طرق جديده مختلفه ممكن تساعدكم لو انتوا بتنسوا بسرعه، او محتاجين ان انتوا تفتكروا. في ناس بتذاكر بس بتنسى كتير قوي. لو حابين ان انا اعمل لكم فيديو عن طرق جديده للمذاكره وحاجات ممكن تساعدنا على المذاكره، بلاش الطريقه التقليديه اللي احنا متعودين نذاكر بيها، ممكن ان احنا نغير من طرق المذاكره اللي احنا بنذاكرها. في مواد محتاجين ان احنا نجدد فيها اكتر، في حاجات كتير جدا جدا موجوده دلوقتي الايام دي هتساعدنا. فلو انتوا حابين ان انا اعمل لكم الفيديو ده اكتبوا لي في التعليقات، ولو التعليق اتكرر كتير هنزل لكم الفيديو على طول. بصوا انا عايزه اقول لكم ان الوقت خلص من شويه واخدت بريك. عايزه اوريكم بقى الحاجات اللي انا خلصتها. خلصت اول صفحه دي ودي. ده اللي انا خلصته في الساعه. هو ممكن يبان ان هو قليل، بس عشان في حاجات كتير وانا الحاجات دي محتاجه حفظ، فبقعد كل شويه اعيد فيها، ففاضل لي برضو حاجات مش قليله لسه، فاضل لي كتير يعني. فدلوقتي هنبدا فيهم. هعمل بقى دلوقتي نص ساعه. ليه؟ علشان انا هذاكر نص ساعه كمان، بعد كده هفطر عشان هاكل عشان لسه ما اكلتش، وبعد كده هكمل تاني. فدلوقتي احنا كده خلصنا، يعني بدانا ان احنا ننجز شويه في الحاجه. خلصنا 3 صفحات، فاضل الباقي، فان شاء الله هخلصهم يعني، وفي اخر الفيديو هقول لكم ان انا خلصت كل حاجه. المهم دلوقتي بقى هنحسب في التايمر. هحسب معاكم دلوقتي نص ساعه. عايزه اقول لكم بقى ان الفكره دي حلوه قوي. انا عايزاكم انتوا كمان تعملوا الموضوع ده، تعملوا تايمر كده وتحددوا نفسكم وقت وتذاكروا فيه. انا هعمل نص ساعه. استنى. هنعمل نص ساعه من هنا بالظبط، نص ساعه، وهفصل عشان هاكل، وبعد كده هرجع تاني اكمل اهو. وانتوا اللي بتحددوا نفسكم الوقت وكل حاجه. يلا نبدا بقى. عايزه اقول لكم بقى ان الايام دي بما ان كلنا بنمتحن، انا بمتحن وانتوا كمان برضو يعتبر في فتره امتحانات ومراجعات وكده، فاكيد كلنا الايام دي محتاجين ان احنا نعمل لنفسنا جدول يساعدنا على لم المواد بتاعتنا، او ان احنا نمشي عليه الايام دي ونكون منتظمين. فلو انتوا مهتمين يا جماعه اكتبوا لي في التعليقات، عشان انا بفكر جدا ان انا اعمل لكم الفيديو ده خلال الاسبوع ده. فاكتبوا لي في التعليقات عشان لو كده انزل لكم الفيديو بدري، وتلحقوا ان انتوا كمان تعملوا لنفسكم الجدول. انا بالنسبه لي بقى في طريقه مذاكرتي يا جماعه الايام دي، وهي بالورقه وبالقلم، ببدا ان انا الخص لنفسي الدرس وبشرحه لنفسي كده. وعايزه اقول لكم انتوا كمان استخدموا الطريقه دي، واستخدموا طريقه الخريطه الذهنيه. طريقه الخريطه الذهنيه دي هتساعدكم جدا في المواد اللي محتاجه حفظ، او اللي فيها حفظ كتير عندكم زي التاريخ والجغرافيا. المواد الادبيه بحسها ان هي محتاجه خريطه ذهنيه تبسط لكم الدرس كده بيتكلم عن ايه، وتشرح لكم كل حاجه. ولو انتوا حابين ان انتوا تراجعوا هتراجعوا منها. لازم يا جماعه وانتم بتذاكروا كده موضوع التكرار ده يبقى حاجه ثابته في دماغكم. انا مش هكروت لنفسي. يعني انا دلوقتي بذاكر مثلا التعريف ده، والتعريف ده صعب، انا مثلا مش هعديه واقول هبقى اذاكره بعدين. لا، ما تعدوش اي حاجه، ما تسيبوش نقطه كده تعدوها بعدين. ده انتوا مش ضامنين هتفتكروا ان انتوا سبتوها ولا لا. فالافضل يا جماعه ان انا افضل اكرر في التعريف مره واثنين وثلاثه، اعمل كل حاجه عشان احفظه. لو ما حفظتوش اجيب فيديو ان المدرس بيفهمه لي بطريقه تانية، انا ممكن اكون انا مش عارفه احفظه او مش عارفه افهمه.
فاجيب فيديو لمدرس يفهمهولي. فعايزه اقول لكم يا جماعه لازم تكرروا كتير. انا زي ما انتم شايفين كده بقعد اكرر لنفسي التعريف مره اتنين تلاته، مش عايزه اكرر، مش عايزه اعدي الحاجه الا لما تكون خلاص دخلت جوه دماغي. لو دخلت خلاص هنا مش هتطلع. ليه؟ لان انا ذاكرتها بطريقه صح، لان انا كنت مشغله كل الحواس بتاعتي. انا مش بس ماسكه الورق كده بقرا منه خلاص، لا، انا بشرحها لنفسي كمان في الورق. لو بكتبها كده مره واتنين تلاته بكتبها بخط ايدي عشان اشوف انا خلاص تمام، انا عارفه ان انا اجاوب عنها. لو جالي السؤال باي طريقه من الطرق، طريقه مباشره طريقه غير مباشره، عارفه اجاوب عنه ولا لا. اي حد بقى بيبقى مذاكر مثلا الماده دي وجاي دلوقتي عشان يراجع عليها يلاقي نفسه ان هو مش فاكر اي حاجه في الماده، وبتيجوا تكتبوا لي في التعليقات يا رضا احنا نسينا اللي فات خالص، احنا مش عارفين نذاكره، كاننا ما اخدناهوش. عارفين ان هو تكون كده كان اصلا الكلام ده ما عديش عليكم قبل كده، ولا ان انتوا كنتوا بتذاكروه ولا بتروحوا الدرس فيه ولا اي حاجه. عارفين انتوا متخيلين زي مثلا لما بنبقى صاحيين اول يوم من الامتحانات كده الصبح ونبقى رايحين عشان نمتحن ونحس ان احنا مش فاكرين المنهج كله، مع ان احنا كنا لسه من ساعتين قبل ما ننام كنا قاعدين بنحل امتحانات وبنراجع وبنذاكر ورحنا دروس واتفرجنا على فيديوهات وكل حاجه. بس طبعا ده بيبقى شعور كده في دماغنا بس، لكن احنا لما بنروح قدام ورقه الامتحان بنعرف نحل. فده دليل بس ان ده بيبقى شعور في دماغنا كده. لكن انتوا برضو لو حطيتوا قدامكم الماده تاني وجايين دلوقتي عشان تراجعوا، انتوا بتبقوا متخيلين ان انا مش فاكره الماده. مجرد بس ما هقرا كده وابدا ان انا اخش في مود المذاكره تاني وافكر نفسي بالتعريفات وبالماده دي وبكل حاجه كانت فيها، هلاقي نفسي افتكرت. فده بس بيبقى شعور يا جماعه، ما تاخدوش على الكلام ده، لان احنا بيبقى مخنا مركون كده فتره. عارفين لما تكونوا راكنين مخكم كده فتره وما بتذاكروش ما بتفتحوش كتب ولا اي حاجه، فجايين دلوقتي بقى نراجع، فلازم كده نسخن الاول علشان نقدر ان احنا نفتكر المنهج بتاعنا ده. خلصت النص ساعه مذاكره وفصلت ورحت اكلت ورجعت تاني. دلوقتي عشان عايزه اقول لكم ان دلوقتي الساعه 8 وتلت وانا دلوقتي عايزه اكمل لان انا لسه عندي ماده تانية وحاسه ان الوقت كده بيضيع مني، بس انا اللي بادئه متاخر اصلا، فان شاء الله مش هنام لما انا مخلصه كل حاجه يعني. المهم دلوقتي انا حاسه ان انا دماغي فصلت، فعايزه اعمل اي حاجه اشربها تفوقني، فتعالوا معايا دلوقتي هعمل شاي بلبن نسكافيه اللي هلاقيه بقى هعمله. تعالوا دلوقتي بقى نشوف انا هعمل ايه عشان نرجع تاني ونكمل مذاكره. طبعا الناس اللي متابعاني من زمان عارفين ان انا وكوبايه الشاي اصدقاء كده في ايام الامتحانات والمراجعه. بتحللي كل مشاكلي بقى، الصداع اللي بيجيلي من المذاكره اي حاجه. فدي بصراحه انا يعني ما بستغناش عنها في ايام المذاكره والامتحانات. المهم خلصنا كده، يلا بينا بصوا بقى نبدا. يا جماعه، انا جيت هنا عشان اكمل مذاكره. حاسه بصراحه ان انا يعني تعبت من القعده على المكتب، وبصراحه انا بحب ان انا اغير، ما بحبش ان انا افضل قاعده اليوم كله على المكتب عشان انا ما ازهقش. فعادي طالما انا مش هنام وعارفه ان انا مش هنام، فعادي بذاكر هنا في السرير. فجبت هنا الحاجات بتاعتي كلها والاقلام هنا اهي، عملت كوبايه الشاي والتليفون اهو علشان هعمل المؤقت، او الوقت بقى اللي انا هكمل بيه المذاكره. ان شاء الله مش هقفل الفيديو لما تكون الماده خلصت يعني. المهم دلوقتي بقى انا هعمل ساعه، هحسب ساعه علشان اكمل فيها بقى كل اللي فاضل في الماده، ما عادش فاضل كتير يعني. ان شاء الله في ساعه هكون خلصتها. فدلوقتي بقى هظبط الوقت وهبدا معاكم على طول. عايزه اقول لكم ان من اهم الحاجات اللي بتساعدني ان انا اخلص المذاكره اللي عندي او الم الماده بتاعتي في وقت قليل، وهي ان انا ما بصدمش نفسي بكميه الحاجات اللي عندي وكميه المذاكره اللي ورايا واكركب كده كل حاجه فوق دماغي. لا، انا بحب ان انا اقسم المذاكره اللي عندي لاجزاء صغيره واحدد لنفسي وقت ان انا اخلص فيه الجزء ده. يعني مثلا الساعه دي انا هخلص فيها الجزء ده، فاول ما تخلص المهمه الاولانيه او يعني المهمه الصغيره اللي انا عملتها دي، بعد ما افصل شويه كده ابدا ان انا ادخل على المهمه اللي بعدها، وبحسس نفسي كده ان ده شغل. انا عندي دلوقتي مهمات كده عايزه ان انا اخلصها. اخلص المهمه الاولى، بعد كده فاضل لي مهمتين مثلا، والمهمه الثانيه ان انا هذاكر جزء معين في وقت معين. فاهمين؟ واخيرا يا جماعه الماده خلصت، الحمد لله الحمد لله الماده خلصت وخلصت. بصوا فاضل معايا قد ايه في الوقت؟ بالظبط فاضل معايا 24 دقيقة فاضلين معايا. فمحتاجة دلوقتي بقى اللي انا احل الاسئلة. انا كده خلصت كمذاكرة وكل حاجة عندي، بقى الاسئلة دي هتتحل واجابتها موجودة في الاخر. فعايزة ان انا احل عشان اشوف بقى انا فهمت الدنيا ولا لا. طبعا الاسئلة والحل اهم من كل اللي انا عملته اللي فات ده، زي ما بقول لكم في كل الفيديوهات لازم تطبقوا على اللي انتوا بتذاكروه. فدلوقتي انا هاخد الحاجات دي كلها واروح على المكتب بقى عشان احل. فتعالوا بقى دلوقتي نحل الاسئلة دي ونشوف بقى احنا فهمنا ولا لا. يلا بينا.
عايزاكم بقى يا جماعة تحاولوا الفترة دي تقللوا من اي حاجة سلبية انتوا يعني معيشين نفسكم فيها. في ناس بتقعد تبعت لي في التعليقات وتقول لي يا ندى انا هسقط، انا هشيل مواد، انا خايفة. بلاش يا جماعة الكلام السلبي، حاولوا ان انتوا تشجعوا نفسكم بدل ما تقعدوا تحبطوا نفسكم. يعني انا سهل جدا ان انا بدل ما اقعد اقول انا هشيل مواد، طب ما اقوم اذاكر، طب ما اقوم اعمل جدول، طب ما اقوم اشوف فيديو لمدرس بيشرح المادة اللي انا مثلا مش مذاكراها دي. لازم ان انتوا يا جماعة تخلوا في حياتكم حاجة تحفزكم للمذاكرة، لازم يبقى انت عندك هدف. انا من يعني في نهاية بقى مشواري التعليمي ده، انا في الاخر عايز ابقى ايه، او عايز احصل على وظيفة معينة في حاجة معينة، لازم يكون عندي هدف فيها. فلو انت مكمل معايا الفيديو دلوقتي وحاسس ان انت لسه مش عندك هدف انت عايز توصل له، لازم تقعد مع نفسك وتشوف ايه الهدف من الدراسة اللي انت فيها دي، عايز تبقى ايه في الاخر، عايز توصل لايه. عشان لما تعرف هدفك ده اللي هيخليك تقوم وتكمل، وده اللي هيخليك ان انت كل ما تحبط تقوم وترجع من واخيرا يا تاني. جماعه كده اقدر اقول لكم ان انا خلصت الماده كلها كامله. بصوا، خلصت الاسئله كلها اهي بالاجابات بتاعتها بكله، حليت كل حاجه وكده المادة خلصت الحمد لله. يعني خلصنا المادة بنجاح. عقبال بقى ما نحل كويس في الامتحان واجي اطمنكم. المهم بصوا بقى، انا هقفل دلوقتي الفيديو معاكم على كده، علشان لسه احنا ما تنسوش ان احنا لسه عندنا مادة ثانيه هنذاكرها. فانا هقفل معاكم دلوقتي الفيديو على كده. عايزه اقول لكم انه خلاص اكيد الوقت خلص. استنوا اما اشوف اهو الوقت، لسه بقول لكم الوقت اهو خلص بالظبط اهو. المهم دلوقتي بصوا اهو الوقت خلص بقى، لو عايزين نعمل وقت تاني هقفل معاكم زي ما قلت لكم الفيديو على كده، وهبدا بقى دلوقتي فيديو جديد تاني هينزل لكم بعد ده ان شاء الله، هينزل لكم بكره. فاستنوا بقى الفيديو بتاع بكره عشان هكمل فيه الماده التانيه وهتشوفوا انا هعمل ايه، وان شاء الله برضه اصور لكم وانا رايحه الامتحان وتقضوا بقى معايا اليوم في فيديو تالت خالص. بس تعالوا بقى دلوقتي انا هقفل معاكم كده الفيديو لحد كده. ما تنسوش تعملوا لي لايك، تشتركوا في القناه، تفعلوا الجرس، واستنوا بقى فيديوهات اللي جايه كتير ان شاء الله تعجبكم، واكتبوا لي في الكومنتات عايزين فيديوهات تانية ايه. وما تنسوش ان انتوا تشوفوا الفيديو ده، تاكدوا ان انتوا شفتوه. وبس كده اشوفكم الفيديو بتاع بكره.